يلا بالشباب الشكل مشابهكم رجعكم فيديو جديد وحلقة جديدة. يعني عايز نسوي تحديات بين المطعم الهندي والمطعم العراقي، هنشوف يا هو الأحسن المطاعم الهندية أو المطاعم العراقية، وهنقيمهم من 10. لو عجبكم هاي السلسلة حطوا لايك واشتركوا بالقناة. هاي السلسلة أتوقع ما حد مسويها باليوتيوب، يسوي تحدي من أو منافسة بين المطاعم العراقية أو الهندية، نقيمها من النظافة أو من الطعم. احنا ما راح نذوقها بس راح نشوفها على الانترنت. هنكتب هنا المطاعم الهندية وهنشوف يا ترى أحلى من العراقية أو العراقية أحلى من الهندية. تعال نشوف أول فيديو. هذا جاب طاس الدعبلة، طق لنا بيضة وبعد بيض علامة كسر هذا قبل الشمر. أطلع البيض ما شاء الله طقطقهن عشان بيض. حط له مدري شنو ملح مدري شنو، وجاب دور كمان بيض وفرح. يعني أكلة يسموها أكلة البيض وخبطها. شوف يعني لا مطعم ولا بالشارع. قال فرفض فيها وصارت لك لما تتجاب بعض المعقول عرفت علاقة شنو كفت شنو هاي. عمر ما حيز خطاط يحط على البيض هاد شو جاي قالوا هاي شنو هذا. طبعا هاي شي ما شنو هاي فراخ من شنو. أنا وبقى قبل لابسة علاقة واحد ويشمر بي بالهواء، هذولا الزبائن جاي ياكلون مستمتعين بالاكل. هاي الصلصال شوف شلون يطبخ الهندي. شوفوا مثل ما جاي يشوفون شنو زاي هذا شنو حطك بصل ولا هاي. شوف البصل ما له علاقة بيده، حاطه بالعلاقة مالتها لا قرابة ولا ينشيل. طبعا نقيم هاي المطعم 5 من 10. يقول شوي عليه. أنا نقيمها 5 من 10. ونشوف بعد مطعم هندي. راح نشوف هاي الشاب تسوي شي منزل من حافلة وسيارة. تشوفون هذا والله. طبعا هذا ما أدري شنو ماعون أو يعني يشبه الماعون بالكراتين. بالكراتين حطها وياكلون. ما جاء جدر ما أدري شو أكلاتهم غريبة عجيبة ما يعرفون شو من أكلات. هاي كأربع كسر الطفل تجا إيش بيقوا عندي أغرب جاء الصبر مثل ما جاي يشوفوا كراتين وجاي يحط. خل نشوف بعد مطعم الآخر اللي للهند. نشوف يا ترى الهند راح يتغلبون على العراق أو العراق راح يتغلبون على الهند. أنا أقول العراق هذا الشيء كيف مطاعم تقبل وتبنس والأكلات ما تشبع منها. شلون ياكلوها؟ معقول الهند ياكلون هذا الأكل يحطون بباطاتهم ياكلون؟ شنو هاي؟ هاي صدق الأكوان نفس ياكل لا يبغى أكثر أكل ما أكله. أول شيء اللي نجي أنا أكل هذا أكل. شنو المطعم هذا 0 من 10. الثالث 10 السالب 125. شنو هاي؟ يعني النفس يا أخي مو مطعم. أنا رايح أفجر لعبة نفس المطعم الآخر أحسن. شلون ياكلوا هاي والله ما أدري. يعني والله ما توقعت الهند طبخوا شنو هاي. الأكوان نفس يا أخي ودريدية يمهم الأكوان نفس. تعال شوف مثل مطاعم العراق. أنا جاب السمك وكبرهم. لا أخذ نظافة العراق. شوف
شوف المطاعم العراقية، شوف يا انت جاي الشارع، يا عزيزي مشاهد، شوف بين الهند والعراق، انت ما تفتخر ببلدك، ليش ما بفتخر؟ شوف تبسم، شوف ما شاء الله. واصلا هناك صدق ماكو سمك جري، وهاي هذا اللي ما ينمكنا. تعال خطب على هذا خطب على هذا، طبعا نسوي فلور. طبعا سكنونش وسكنونش ناشرة، مطاعم عراقية كلها ترتيب، وأنا طعمي وأنا هندي يسوون. عم تعال شوف وين هندي يسوون كلها ترتيب، شوف مطعم خاص، شوف كذاك يحطوا الباطات وايد ما عاد ولا كوتي يطبخون. شوف عم العراق مواعين وخواشيك وهاي مرتبين. يعني أنا رحت لهند، يعني ثاني يوم تجيني من جرب، يعني والله أنا بالعراق هاي ومرات ما أكل من المطاعم. شوف عمي، شوف التكة، شوف خبر عمي، واحد يشتهي نفس إنه ياكل، بس هناك شوف تنزل نفسه عفي، تنزل شلون ياكل ما أدري شلون، الله يسعدك منه. تعال شوف المطاعم اللي العراق، اشوف له بعد فيديو. عشنا عمي كارثة العو، الله العظيم. لا لهنا واسو ما حاط لايك واشتراك، احسن لك حط لايك واشترك بالقناة، واذا عجبكم السلسلة اكتبوا لنا بالتعليقات حتى نسوي لكم جزء ثاني. هو لايك والله ما راح تخسر شيء، لايك واضغط واشترك وياك بطريقك. اسوي فلوق مقدمة، شوف المطاعم العراقية ما شاء الله، شوف قاعدين طبلات وهاي، شوف النزاكة، شوف هاي المطاعم يشتغلون ما شاء الله. نرجع المطاعم العراقية، شوفوا هاي شلون يقدم لحم على ذاك، لا لحم عندي ولا يجيبوا خبر، لا محلات ولا بالشارع، يقلبونك يتقلبوا بعضهم خشموا عليكم ويذبوا جريدية، حتى الجريدية تقدموا، يمكن جريدية تبيع للزبائن. الله يا الله. وهنا وصلنا لختام الفيديو، لا تنسوا لايك واشتركوا بالقناة حتى طبعا فلوق جديد. لا نشوف دعم على هذا الفيديو، نسوي لكم فيديو طويل والجزء الثاني والثالث لحد ما تنتهي هاي السلسلة. لا تنسوا تشتركوا بالقناة حتى نطبق 100,000، ما بقى شيء على 100,000 فيديو بدرع اليوتيوب، واشتركوا بالقناة. وياكم حسن ظاهر، بيس.